هاد المخماريه البنات اللي خداها كيعاود ياخذ بكميات كثيره بزاف، لانها اصليه 100%، ومستحيل مليار في المليار انك تلقايها في فيديو قبل يعني فات ليها حتى شي واحد، ومستحيل شي واحد يشارك معكم هاد الاسرار اللي غادي نعطيكم، ومستحيل تلقاو هاد المنتج في الاسواق. غادي نوريكم جميع الاسرار ديالو، جميع الاسرار اللي تحتاجوها على مسك الطهاره، على مسك الليل، على المخماريه الاصليه، على الستيك، كيفاش نديروا مشروع، كيفاش نبداو من الدار. هادشي هو اللي غادي نشاركو معكم ان شاء الله في هذا الفيديو هذا. ما تنساونيش باللايك ودعوات الخير. نبداو على بركه الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اخوتي وخواتاتي، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد وموضوع جديد، وكتشوفوني من يدي كنحك وحده مع وحده. غادي تعرفوا بان الموضوع ديال اليوم فيه التأطير وفيه الترطيب وفيه التبييض وفيه كلشي ان شاء الله. في هذه الوصفه ديال اليوم غادي نعطيكم كيفاش تصاوبوا المخماريه الاصليه تنقول، وسطروا عليها بالحمر، وغادي نوريكم كيفاش تصاوبوا الستيك. يعني الناس اللي باغا دير مشروع غادي نوريكم كيفاش ديروا كميات كبيره على حساب الكوموند اللي عندنا اليوم. والناس اللي باغا تصاوب لنفسها وباغا تبرع راسها وتعطي التأطير الجسم ديالها كما قلنا، والتفتيح راه كتعطيك واحد الريحه وواحد الملمس وواحد اللمعان وواحد الترطيب للجلد ديالك واعر بزاف. الوصفه ديال اليوم او الوصفتين ديال اليوم غادي يكونوا رائعتين، شي حاجه طوب وما كاينينش في دي فيديو من قبل وما تلقاوهمش في الاسواق بهذه الجوده. غادي نخدم معكم مكونات اصليه 100% كما كنخدموا بها لكاع الناس اللي كيطلبوا منا ان شاء الله لي كوموند ديالهم. هكذا كنخدموها طبق الاصل كما غادي نوريكم. كيبقى الاضافات هما النكهات اللي كتغير من هذه لهذه، انما لا باز هي اللي غادي نعطيكم ان شاء الله اليوم، وزيدوا الريحه اللي بغيتو. بالنسبه للستيك غادي نهضر معكم الا بقى لنا الوقت ان شاء الله في النهايه ديال الفيديو كيفاش ديروه وكيفاش تبيعوه ان شاء الله. وبالنسبه للمخماريه غادي نوريكم ديال الشعر وديال الجسم. يعني كاينين الناس اللي عندهم المسام ديالهم كيخرجوا الريحه ماشي مزيانه وغير مرغوب فيها، سواء الشعر او الجسم كتكون محرجه خصها كل نهار تدوش. غادي نعطيك شي حاجه اللي غتبقى في الجسم ديالك وكلشي غادي يسولك اشنو دايره. نبداو الفيديو على بركه الله، وما تنساوش ليا اللايك. اول حاجه غادي نحتاجوها بنات، تبعوا معايا الطريقه من البدايه الى النهايه. اللي بغات دير مشروع غادي ينجح معاه من اول استعمال، يعني من اول مره غتصاوبيها، واللي بغات تستعمل نفسها مزيان ليها، واللي بغات تاخذ من عندنا مرحبا تواصل معنا على الرقم اللي كيظهر على الشاشه. غادي نحاول نعطيكم مكونات بساط، يعني ما غاديش تبقاو تقلبوا عليهم بزاف، ومن طو عندهم فعاليه ومطلوبين بزاف وتعطيو نتائج رائعه جدا. ما غاديش نعملوا فقط على ستيك او لا يعني مثل الارق او لا على المخماريه فقط، غادي نعملوا حتى على التأطير، التبييض والتفتيح ديال المنطقه، وواحد الرائحه زوينه اللي غتبقى في الجسم ديالك او الشعر ديالك واحد المده طويله. تبعوا معايا مزيان. اول حاجه غنديروه هي البان ماغي. انا وجدته من قبل، شفتوه؟ غادي نديروا هذه الطريقه هذه اسهل طريقه تخدموا بها. انا ما عندكمش يعني داك الماتيريال اللي خاص بهذا الشيء. غادي نجيبوا فازلين البنات او زبده الشيا. غادي نشوفوا زبده الشيا لا توفرات عندكم غادي ديروها، ما توفراتش غادي ديروا فازلين وغادي ديروا الاوريجينال. انتم كما كتشوفوا هنايا اوريجينال، ما كناخذوها اصليه طبيه مزيانه لهذا الغرض بزاف. بما اننا كنخدموا بها بزاف تو سويت كتسالي لينا. غادي ناخذوا فازلين البنات، غادي نحلوا الكميه اللي بغينا. مثلا انت بوحدك غادي تستعملي غير وحده او وحده قل شويه، غادي تخرج لك واحد الكميه اللي غتكفاك وتديك شويه من ذاك. هي راه ما غاديش تخسر، واخا تصاوبي منها بزاف راه ما كتخسرش، يعني ما فيهاش الماء. غادي ناخذوها البنات فازلين، غادي نخويوها في الكاسرونه وغادي نرجعوا معكم. هانتوما بنات بعد ما خويت واحد الكميه كبيره، انا خلاص كنصوفر كوموند ديال واحد السيده. نتوما باغيين تخدموا كميه ديال واحد، يعني بغيتو تخدموا غير لروسكم، غادي ديروا كما قلت غير وحده او وحده قل شويه. الاخوات اللي ما توفروش على فازلين اصليه وقلبوا ما لقاوش، ممكن تخدموا بهذه النوعيه ديال زبده الكاريتي حتى هي راه مزيانه. هذا يعني كاقتراح، وبالنسبه لي انا خدموا بها الطبيه افضل. وبالنسبه لزبده الشيا حتى هي راه مزيانه لهذا الغرض، تفي بالغرض كما تنقولوا، راه تنخدموا بها بزاف هادشي. بالنسبه للفازلين هي درناها هنا، بما ان الماء سخون راه دغيا كتذوب معكم. غادي نجيبوا المكون الرئيسي والمكون الاساسي اللي هو المسك البنات. المسك راه انواع كثيره، وانا تنهضر هنا على المسك الاصلي، راه قليل باش تلقاوه في الاسواق، ولكن حاولوا ما امكن انكم تقلبوا راه غادي تصيبوا. غادي تخدموا بهذه النوعيه او هذه النوعيه، لي دو راهم مزيانين. شوفوهم مزيان وديروا لهم سكرين باش تعرفوا شنو تاخذوا، لان الصراحه الاسواق ما كيتوفرش فيها داك الشيء دوريجين كما تنقولوا مزيان. غادي نوريكم كيفاش غادي تعرفوا. شوفوا الداخل ديالو كي داير،
هانتوما شوفوا شفتوه تيلمع، ما عرفتش واش يبان لكم في الكاميرا مزيان، ولكن تيكون من الداخل بحال الزاج، والريحه ديالو تتهبل. يعني هذا البوطاجي راه خصو تعقيم بعد ما نسالي التصوير، والا راه غتبقى الريحه ديالو يعني هنايا وتقيس لينا الماكله. فهمتوا كيفاش بغيت نقول؟ راه كتبقى الريحه في يديك واخا دوش. هذا هو الاصلي. عندكم نعطيكم شي حاجه واحده اخرى، هاد لي دو راهم مزيانين كلهم، هاد اللوينات مزيانين، ما عندكم ما ديروا بداكشي غوز كدا، ما عندكم ما ديروا بدوك الالوان، راه غير الصبايغ، خدموا بالاصلي يعني ما فيهش لون. غادي ناخذوا المسك وغادي نحكوه اولا غادي نطحنوه في الخلاط الكهربائي حتى نحصلوا على هاد البودره ديالو، او تحكوه كما قلنا. وغادي نديروا واحد الكميه، شخص واحد غادي نديروا ليه 2 معالق، الراسك غادي ديري 2 معالق. بالنسبه لينا حنا كما قلنا باغيين نخدموا كميات كبار، راه كنخدموا كميه كبيره. غنعطيكم كيفاش تخدموا الكبيره والصغيره. يعني كل هذا وحده ديال الفازلين راه غادي نديروا فيها 2 معالق كبار. غادي نزيدوها البنات هنايا وحده، انت بوحدك غادي تزيدي غير نص معلقه ديال ماء الورد. ماء الورد يكون مزيان، حاولوا ما امكن تبقاو تاخذوه من عند شي تعاونيه اولا شي حاجه اللي كيديروا التقطير ديال الورد باش يعطيوه لكم مزيان. غادي نديروا واحد الكميه ديال ماء الورد، غادي نحيدو هذه جانبا وغادي نخليو هادشي حتى يذوب. هادشي خص يذوب مع بعضياتو. حنا غادي نخدمو هنايا فازلين وغادي نخدمو بزبده الشيا في نفس الوقت. زبده الشيا مزيانه لهاد الغرض بزاف، مزيانه للترطيب، مزيانه للتبييض، مزيانه بزاف ديال الحاجات، حتى هي الا خدمتو بها راه مزيانه. غادي نزيدو البنات زبده الشيا اللي كنتي زيدي غير نص معلقه لان درتي فازلين تما، داكشي اللي نقصتيه من البوطه ديال الفازلين غادي تزيديه زبده الشيا. زبده الشيا راه انواع، راه كاين واحد النوع طبي راه ما فيهش الريحه نهائيا، مزيان لهذا الغرض بزاف باش ما يعطيكش ريحه كريهه. لان زبده الشيا راه كتباع في الاسواق انواع واشكال وفيها الغش، فيها الغش بزاف، يعني موجوده بكاع الاثمنه. غادي ناخذوا هاد المكونات وغادي نحطوهم فوق البوطه، غادي نحداو ولا يدخل لينا الماء هنايا، ضروري ان الماء ما يكونش هنا. صافي غنخليهم تيذوبوا ورجع معنا. المكون الرئيسي والمكون الغني عن التعريف البنات هو مسك الطهاره. مسك الطهاره كيعطي لهاد المخمريه واحد الرائحه وواحد الملمس وواحد العطر اللي تيبقى في الجسم ديالك شحال واخا دوشي، واخا تبدلي الحوايج ديالك اللي دزتي من حدا تيحس بان الريحه ديالك خاصه. مسك الطهاره معروف بانه قليل في الاسواق وغالي الثمن ديالو، ولكن راه زوين. اللي ما قدراتش على كميه كبيره تشري غير شويه، الا بغات تخدم غير الكميه ديالها بنفسها. هاد الوصفه اللي تنعطيكم انا اليوم وهاد الاسرار اللي تنعطيكم انا اليوم ما غاديش تلقاوها في الاسواق، وما تلقاوهاش حتى في دي فيديو سبق ليها ونزلات بهاد الطريقه اللي كنعطيكم انا وبهاد الاسرار اللي كنعطيكم. غادي نوريكم كيفاش تفرقوا ما بين المخمريه والستيك، لان انا غنصاوب كوموند ديال ستيك اليوم وغادي نصاوب كوموند ديال المخمريه، يعني تعطير الجسم والشعر بجوج في نفس الوقت. بالنسبه لمسك الطهاره كنخدموا حنا بالناتوريل الاصلي طبيعي بدون ملونات بدون اضافات، يعني كنخدموا به مزيان من الدرجه الجيده. كنخوي انا من هذه في هذه بالماء التالي وكنعاود. هنا كيفاش كنعبروا مسك الطهاره بالنسبه لنا حنايا بوحدنا، يعني بغينا نديروا كميه صغيره كنجيبوا القطاره هي باش كنخدموا. كناخذوا القطاره البنات كنعمروها هكذا وكنعبروا، كنحطوا لنفسنا. يعني الا كنتي غير بوحدك غادي تحطي لراسك تقريبا 8 النقطات، الا بغيتي تهلاي في راسك كان عندك قليل ديري 5. داكشي اللي درتي منه هو انا بغيت نوريك العبار ديال واحد، مي انا غنخوي بهذه، فهمتوني؟ لان الكميه عندي كبيره. فهمتوا كيفاش؟ انتما غنخويها قدامكم وغادي تشوفوا. حنا درنا هنايا كميه مهمه من مسك الطهاره، غادي نحطوها جانبا هنا. ها هو حطيناه. دابا غادي نخدموا على الزيوت. الزيوت ضروريه في هاد الوصفه هذه وفي هاد المخمريه. بغيتي تخدمي بزيت جونسون هذا النوع مزيان، بغيتي تخدمي بهذا مزيان. لا كوموند ديالنا حنا اليوم مطلوبه بهذا صافي. اللي خدمتي بهم مزيان ويكون اصلي، راه كلشي ولا فيه الغش. يعني كتلقاي الاسواق تبارك الله عامره بهذا بلي برودوي، وهذا ما تيشبه لهذا. غادي نديرو قرعه كامله ديال جونسون لهاد الكميه اللي دايره انا. بالنسبه لك انتي غادي ديري معلقه من كل زيت. الزيوت اللي غادي ندير انا معلقه من كل زيت كافياك بوحدك. المخمريه بحال جونسون ديري غير معلقه، كيعطيها واحد الرائحه يا سلام، خصوصا فاش كتدمج مع مسك الطهاره كتعطي واحد الرائحه روعه. غادي نزيدو زيت الجليسيرين الطبي البنات. الجليسيرين ضروري في هذه الوصفه هذه وزوين بزاف 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 بزاف، لانه تيفتح المنطقه، تعطينا لمعان وتعطينا
الترطيب. بالنسبه لك انت غادي ديري معلقه، شفتوا راه داير هو بحال العسل باش تعرفوا اصلي. شفتوا ما كيبغيش ينزل من المعلقه. بالنسبه لي انا راه غادي ندير بزاف لحقاش ماشي كميه ديال واحد صافي بلا ما نعاود نقولها لكم. نتيا ديري وحده معلقه من كل زيت شتيني درتو هنايا. بارك الله ما شاء الله الريحه هنا في الكوزينه كتهبل. اللي بغات شي كوموند من هذا النوع تواصل معنا على الرقم اللي كيظهر على الشاشه ان شاء الله. اي حاجه بغيتوها في لي برودوي راه كنديروها. بالنسبه لهذا الزيت هذا كما قلنا ضروري الجليسيرين. بالنسبه للزيوت الاخرى كتبقى اختياريه بحالاش غادي نهضروا على زيت اللوز، زيت الجوجوبه، هادو كاملين. زيت اللوز الا درتو المر في هذه يكون احسن ماشي الحلو، ردوا البال هذه القضيه. ممكن ديروا زيت الكوك، ممكن الارغان، وانا تنفضل الارغان في هذه الوصفه. هانتوما بنات غادي ديروا الارغان ديال التجميل ماشي ديال الماكله. غادي نخويو الارغان هنا البنات، واخا غاليه راها مزيانه لكم بزاف بزاف بزاف، وغادي تصاوبي شي حاجه ديال النفس. الا بعتيها ما كتحشمكش مع الكليان، اي واحد خدا كيرجع وكياخذ 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 وكيكوموندي ليه والعائله، وكتبقاي انت عندك واحد السمعه مزيانه مع الناس. والحمد لله فاش كتلقى كما قلت لكم في اللايف كتلقاي شي وحده تتواصل معك تقول لك انا راه نصحاتني بك جارتنا، نصحاتني بك بنت امي، نصحاتني بك فلانه، نصحاتني بك واحد الاخت ديالي كاينه في اسبانيا ولا في ايطاليا ولا في غير ذلك من الدول. هذا تيدل على ان السمعه ديالك طيبه وكتعطي الجوده للناس. والجوده الحمد لله تتبغي مجهود وتتبغي الصبر، ونخدم مكونات اصليه او ما نخدمش. فهمتوني شنو بغيت نقول؟ يعني الا خاصني شي مكون اساسي في هادو ما نخدمش. شكيت في هذا مثلا بانه مغشوش ما نخدمش به. يعني دائما فاش كتوصل لواحد المرحله ديال تتولي بروفيسيونيل صافي تتبدا تعرف الاصلي من المزور بكل سهوله. غادي نخدم انا هنا في هذه الوصفه بزيت الورد، غادي نزيد واحد الكميه بسيطه ماشي بزاف صافي. هانتوما البنات دابا حنا قربنا نكملوا الوصفه ديالنا ان شاء الله، وخصنا نزربوا عليها قبل لا تبدا تجمد معنا هنا. لا غادي نبداو نعمروا القراعي. ديروا نتوما الحجم اللي بغيتو، حنا درنا حجم كبير، كاينين احجام صغيره. لا بغيتو ديروا كمشروع او حاجه يعني الناس اللي ما غاديش تقدر تاخذ قد هذا تاخذ وحدين اخرين، يعني الاحجام ديالهم مختلفين. هنا كيكون مطلوب على حساب الناس اللي كتبغي من عندنا مسك الطهاره اولا مسك الليل اولا دوك الانواع بحال هادو. شفتوا على حسب لومبالاج اللي انت بغيتيه واللي مطلوب لك من عند الناس. بالنسبه للستيك غادي يكون مختلف على هذا، مختلف بزاف ديال الحوايج غادي نهضروا عليه ان شاء الله على السريع. ستيك حنا كنديروه هنا كنركبوا ليه لابوس شفتوا وكنخدموا به. الناس اللي بغات ستيك مع المخمريه كاين دونك لابوس بحال هكا البنات. بغيتو منين تاخذوا هادشي نوريكم انا منين تاخذوا هادشي ان شاء الله. بالنسبه للقرائي الصغار بحال هادو راه كاينين متوفرين. غادي نبداو نعمروا وكنحركوا في نفس الوقت، فهمتوا؟ باش ما يهبطش لينا داكشي لتحت ونضيعوا شي واحد الماده اللي ضفتها انا هنايا ما هضرش لكم عليها، هي مبيضه كتعمل على التبييض وكتحمي لنا المنتج من الفساد، هي الفاربوتين. نتوما ما غاديش تلقاوه بسهوله، دونك الناس اللي بغات تكومونديه من الناس اللي كيبيعوا المواد الاوليه تكومونديه. غادي نزيدوا البنات شويه بشويه بحال هكا بشويه علينا، نحاولوا ما امكن اننا ما نضيعوش غير بشويه بالعقل حتى نعمروا لا كوموند ونمسكوا القرائي من على برا. بالنسبه للستيك البنات، ستيك ما تنخدموهاش حنايا بالزبده الشيا والفازلين باش ما كتعقدش، كتخدم هي سائله باش لابوس كدور كتطلع لك. انا كنعطي اللي بغى يدير مشروع وحتى اللي بغى يدير في الدار، انا كنأكد عليها. واللي بغى يكوموندي من عندنا راه الرقم تيطلع على الشاشه، كنصاوبوا الكميات اللي بغيتو بالجمله والتقسيط. بالنسبه الا كان عندنا الخليط ثقيل ما غاديش يبغي يطلع لينا من لابوس، ملي تبداي تدوري غادي تلقايه هو جمد هبط هنا، لان المخمريه كتستعمل على شكل كريم. ها هي قبطات راسها شفتوها، مع ان حنا يلاه خويناها. شو تبارك الله شحال مركزه 100%، ماشي فقط للرائحه والتأطير انما حتى للتبييض والتفتيح، وتعطينا واحد الترطيب. انا دابا راه واخا غسلت يدي ما قادراش نشد القرايب كيطيحوا ليا من يدي. غادي تخدموا بلومبالاج اللي بغيتو. خلاص هاد لومبالاج كنخدموا به حنا على حساب الناس اللي كيبغيو مسك الطهاره واللي كيبغيو مسك الليل، وكما قلت بحال هادشي هذا اللي كيكون خاص بالزيوت العطريه وغير ذلك. وبالنسبه لهاد لومبالاج غادي تبيعوه باقل من هذا. شوفوا نتوما على حساب لا كوموند اللي طلبت منكم اش من امبالاج طالبين لكم. انا تيعجبوني هادو، ولكن مع الاسف اللي كيكون الدجاج ديالهم رقيق هذا رقيق كيتهرسوا في الارسال.
سواء داخل المغرب او خارج المغرب. راكم عارفين يعني الخدمات ديال الارسال راه كيبقاو يحطوا حاجه فوق حاجه. دونك خاص الدجاج يكون غليظ ويكون من النوعيه الممتازه. حتى الغطاء، واش فهمتوني شنو بغيت نقول لكم؟ بحال لي كريم اللي بارطاجيت معكم من قبل راه كيكون عندهم واحد لا غارونتي هنايا عاد باش الغطاء واخا هو كريم. ردوا البال مع هذه القضيه. بالنسبه كما قلت لكم الستيك انا نعطيكم لمحه، ما كنديروش الفازلين، ما كنديروش زبده الشيا او الكاريتي، هادو ما كاينينش. كنخدموا بالزيوت، كنخدموا بمسك الليل. عرفتوا هذا الا حليتو دابا في الكوزينه غتبقى الريحه واحد اليومين. بغيت نعطيكم تشموسه ما يمكنش، شي حاجه واعره البنات. انا كيحمقني هذا ستيك ديالو شي حاجه فوق الوصف. وكاع الكليه اللي كياخذوهم لانه كيكومونديو الصراحه راه ما عرفتش كيفاش نقول لكم، كياخذوا ما كيملوش، ان الريحه ديالو ما تتملش، ما مجهداش ما خايباش، وكتعطيك واحد الريحه ناتوريل. دائما انت عندك ريحه ديالك سبيسيال. كنتمنى تكونوا فهمتوني. بزاف ديال الناس كيتلاقاوني تيقولوا لي هاد الريحه اللي فيك منين باش كيفاش. انا بارطاجيت معكم باش وكيفاش. بالنسبه كما قلنا لومبالاج خدموا باش بغيتو. والستيك راه كنحيدوا منه جوج حوايج كيتعوض. عندنا الشبه مطحونه، هذه اختياريه انها كتنشف لينا، ما كتسدش المسام. لما ندخلوا في داك الموضوع ديال تنسدوا المسام ولا شي حاجه كنخدموا بزيوت طبيعيه 100%. بغيتو ديروا مسك الليل مع مسك الطهاره ما كاين حتى شي اشكال. انا تنفضل ان الستيك يدار بالزيوت العطريه افضل، بحال هذا كما قلنا مسك الليل، او الزيت اللي نتوما تتفضلوه يعني عزيز عليكم. الزيت ديال جونسون خضر. وبالنسبه للستيك راه كندخلوا فيه الطارك الاصلي يعني بحال هذا. غادي نخدموا معكم في شي فيديو اخر لان هكا ما غاديش نقدر نشرح لكم كلشي بخصوص ستيك يجي معكم ناجح 100% وبالعديد من الروائح، من العديد من النكهات. ديري النكهه اللي بغيتي وناتوريل. انا تنقول لكم خدموا ناتوريل، كلشي يكون طبيعي 100% باش ما كنتعرضوش لسرطان الجلد او الحبوب او التهيج او غير ذلك. كنخدموا بمكونات طبيعيه ومزيانه اصليه، تغلى ولا ترخص المهم خاصها تكون اصليه. واخا تكون غاليه دبر راسها. علاش؟ لان كنخدم حاجه ما غاديش تضرني وما تضرش بوليداتي. هادشي راه كنديروه كبار وصغار. غادي ندوزو دابا نسدو هاد لومبالاج وغادي نطبق معكم شويه في يدي باش تشوفوا النتيجه. كما كتشوفوا معايا اخواتي بعد ما عمرت انا هادو غادي نوريكم انا ستيكه كيفاش اولا ستيك كيفاش كيجي القوام ديالو. تبعوا غير الطريقه اللي وريتكم او استناو فيديو ان شاء الله غادي نعطيو فيه ستيك بالتفصيل. غادي نشوفوا لي لايك ديالكم والتفاعل ديالكم مع هذا غادي يعطينا شنو غنعطيوكم ان شاء الله في الفيديو الماجي. شفتوا على ما انت يعطي. وكما قلت لكم هو راه ما كنديروش فيه شي حاجه اللي تثقلوا. شفتوا كيفاش يدي كتبان مع التصوير انتم، وعاد راه ماشي كيما الاصل. وكتبقى فيك الرائحه كتهبل. الناس اللي معقداهم الرائحه ديال الجسم او ديال الشعر راها روعه 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 روعه. خدموا بستيك ديال الحجم اللي بغيتو. هذا الحجم هو اللي تيكون ستوندار وتيكون مطلوب بزاف هو هذا، وراه كبيبر راه ماشي بحال داك الصغيور بزاف يعني ماشي مزيان. خدموا بهذا الحجم راه هو مزيان. بالنسبه للمخماريه انتم كتشوفوا بعد ما قبضات راسها شفتوها ناجحه مليار في المليار. ديروها بعينيكم مغمضين. واخا تكوني اول مره غادي تخدمي هادشي غادي تخدميه بواحد الاحترافيه كبيره بزاف. انتم شوفوا انا ندير معكم شويه في اليد الاخرى. انتم ديروها بعد الحمام اولا ملي تبغي تبدلي حوايجك اولا يعني وقت ما درتيها مزيانه. شفتوا باش قلت لكم ترطيب تلميع يعني تعطي واحد اللمعه خاصه للجسم ديالك. بزاف ديال الحاجات. الناس اللي غادي يوحلوا في المواد الاوليه او ما لقاوش شي حاجه بحال مسك الطهاره او غير ذلك كنديروا جميع الاحجام. كنديروا ليطرو من غير ليطرو اي كميه بغيتوها راه كاينه عندنا ان شاء الله. بحال الا بغيتي تصاوبي لنفسك وخصوك مكونات من اللي خدمت بهم مرحبا. بغيتي نخدموا لك كوموند مرحبا، سواء بالجمله او بالتقسيط. تواصلوا معنا على الرقم اللي كيظهر على الشاشه. وتهلاو ليا في راسكم. ما تنساوش ليا اللايك وشي دعيوه الخير. نتلاقاو في اللايف ان شاء الله مع 8.